مشروع ديال الشركه الرياضيه، وهذا مشروع ديال الرجاء. ماشي ما قالش هو راه ماشي مشروع دوله، بقدر ما قال الناس كيقولوا بانه مشروع دوله. حنا مازال كنتسناو، وانا متفق معاه. علاش؟ لانه ما كاين حتى شي تصريح رسمي ولا حتى شي جهه رسميه خرجت وقالت بان عندنا مشروع ديال كذا كذا كذا. الا غنقولوا مشروع الشركه الرياضيه مشروع دوله نقول وي، لان كان تصريح رسمي ديال القجاع، وضرب الطابله في الصخيرات وقال لهم ما يمكنش يبدا الدوري الاحترافي الا ما تحولاتش الانديه لشركات رياضيه. وساهمت في هذا المشروع. الوزاره اعطت تقريبا واحد 700 مليون للانديه باش تحول شركات رياضيه كدعم باش تشجع انها تحول. مي هاد الشركات الرياضيه باش انها تكون عندها محتضنين، حنا كنقولوا بان خلال الكلام اللي كيدور في الكواليس والاتصالات ديالنا بالمسؤولين بانه مشروع دوله، ولكن في الواقع واش كاين شي تصريح رسمي؟ كاين شي بلاغ رسمي؟ اللي شاف شي بلاغ رسمي ولا شي تصريح رسمي وريه لينا، حنا بغينا نعرفوا باش نعرفوا فعلا فين غادي. كنسمعوا بان الوداد راه كيدير لها تقييم بان كذا، ولكن كمشروع دوله بالشكل اللي مشات به الشركه الرياضيه باش تحولوا من الجمعيات، من يعني جمعيات رياضيه، ولا جمعيات رياضيه ماشي تحولوا عفوا باش يكريو شركات رياضيه، كان مشروع ديال الدوله. وجميع الانديه في نفس الوقت يعني خدموا على هذه الملفات باش ان الجمعيه تكري شركه رياضيه ودير شراكه بين الجمعيه وبين الشركه الرياضيه. اليوم واش كاين هذا الشيء؟ ما كاينش. دونك هذاك الشيء اللي قال جواد زياد على ارض الواقع، في غياب يعني بلاغ رسمي من اي جهه، في غياب تصريح رسمي من اي مسؤول، او باعتبار ان الرجاء خداو ملف ومشاو سهروا عليه مع الجامعه الملكيه ولا مع سي فوجي القجاع ومع الوالي ديال الدار البيضاء، راه مشروع دابا حاليا راه باقي مشروع ديال الرجاء، وباقي الرجاء والواحد دار شركه رياضيه مع مستثمر ولا لا يعني مارسا مبروك اللي زاد كمستثمر في راس المال ديال الشركه الرياضيه ديال فريق الرجاء الرياضي. من غير هذا الشيء راه ما كاين حتى حاجه. ما عرفتش علاش، لا علاش قال، علاش ما يقولش، علاش كذا. قال الواقع اللي عايشينه دابا. من يخرج شي مسؤول يعني في شي منصب ولا رئيس الجامعه يقول لك بان هذا غتحول شركات رياضيه كلها غتكون عندها محتوى، نقول له مشروع دوله. وي كاين تصريح رسمي من انسان مسؤول.